ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومساء الخير عليكم بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من لت وهري وعجن الخميس. ويا رب تكون الأسبوع بتاعكم كان لطيف. النهاردة هشارككم آخر تطورات قضية رامي فهيم ابن الوزيرة السابقة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم. احنا عارفين ان رامي فهيم متهم في الولايات المتحدة الأمريكية بقتل شخصين، ويواجه حاليا حكم الإعدام في قضية مش سهلة بكل المقاييس. آخر التطورات اللي احنا للقضية، الحق يقال هو الإعلام متجاهلها بس لسبب مش زي الناس كتيرة متصورة. آه، آخر التطورات إن كان في جلسة استماع يوم 13 سبتمبر في ولاية كاليفورنيا، وتم تأجيل القضية لجلسة استماع أخرى في ال 2 ديسمبر. في جلسة 13 سبتمبر اللي لم تكن أكثر من 5 دقايق طبقا للتقارير الصحفية الأمريكية، وكانت قليلة على فكرة التقارير دي، وبرضه هشرح السبب ليه. رامي فهيم pleaded not guilty، قال إنه هو مش مذنب. ودي أول حاجة. تاني حاجة، يعني إيه جلسات إجرائية أو جلسة استماع؟ الجلسة الاستماع دي جلسة إجرائية، مش هي المحاكمة الفعلية. الجلسة الإجرائية طبقا لأصدقاء محامين أمريكان من أصل مصري شرحولي، وكمان من قرايتي في المواقع القانونية الأمريكية، هي مجرد جلسة القاضي فيها بيجيب المتهم يسأله: يا ترى انت عندك محامي؟ يا ترى انت عندك تمثيل؟ انت شايف التمثيل بتاعك في القضية كويس؟ طب المحامي بتاعك اللي هو محامي الدفاع عنده كل الأدلة اللي عند المدعي المقاطعة أو المدعي العام؟ هي بس مجرد كده وبيبقى فيه تأجيل لغاية ما بيتم تحديد الجلسات أو المحاكمة نفسها. الفكرة بقى ان المحاكمة عشان هي قضية كبيرة مش سهلة، ممكن تاخد على الأقل سنة من وقت وقوع الجريمة أو إلقاء القبض على الجاني أو المشتبه به. يعني حتى هي تاخد وقت طويل في التحضير وكده، خاصة احنا عندنا جريمة قتل للنفرين، العقوبة فيها هي حكم الإعدام طبقا لقانون ولاية كاليفورنيا. دلوقتي انا عايزه الحلقه ديت هي مش لمناقشه الجريمه نفسها او لتفاصيلها او كده. احنا حتى الان عندنا تفاصيل قليله. قبل ما انسى كالعاده، انا عامله ورقه وقدامي سكريبت وبرضه بهري مع نفسي. هي لت وعجن وهري يعني كالعاده. ليه ما كانش فيه تغطيه اعلاميه للموضوع ده، سواء من المواقع المحلية أو المواقع الأجنبية؟ أو المواقع المحلية بتعتمد على المواقع الأجنبية، والمواقع الأجنبية علشان هي جلسات إجرائية لم تبدأ بعد الجلسات الفعلية للمحاكمة نفسها، فهي لازالت لسه مش على أولوياتهم أو يعني مش أهميتها. هم متابعين. أحب أقول لكم إن المواقع بره لا متابعة واخدة بالها، وأنا أساسا عرفت من زملاء في مواقع بره إن هي الجلسات امتى اللي هي الإجرائية، وإن المحامي مثلا كان في جلسة مفروض في أغسطس، هو طلب تأجيلها لسبتمبر. المحامي بتاعه وهو محامي على فكرة دفاع متخصص في الجرائم دي، وطبقا للسجل بتاعه في ولاية كاليفورنيا، لا هو يعني كان ليه سجل ان هو يطلع الناس من حبل المشنقة. من ضمن الحاجات اللي انا قريتها على اللي هي المواقع، مثلا موقع المحامي هناك بره في امريكا، خاصة الحاجات الجنائية، بيجيب لك انه هو كان عنده المحاكمة من بتاعة فلان الفلاني اللي دافع فيها، وهو اخد له حكم ازاي. دلوقتي انا الحلقه ديت كنت عايزه اعملها بقالي فتره طويله، وحتى كنت فكرت اعمل الفويس نوت على التويتر، لان انا كنت زهقت كتابه ثريدز وكتابه حاجات والناس ما بتسمعش عن الاشاعات المتعلقه بالقضيه دي. في اشاعات كتيره جدا عليها. طبعا احنا عندنا ابن وزيره متهم، حتى لو وزيره سابقه كانت، لما هي كانت في المنصب وزيره، متهم بحاجة
زي كده ويواجه عقوبة زي كده. وطبعا بلدنا مش محتاجة يعني في الإشاعات، فالإشاعات انطلقت، ويعني ما شاء الله في حاجات تحولت لحقائق في القضية دي حتى من قبل ما المحاكمة نبتدي بقى اللي هي الإشاعات بقى بجد، وقال وقلنا والكلام ده. أولا أنا عايزة أقول حاجة، كانت في سيدة مصرية عايشة في أمريكا ادعت ان المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا هي من تنظر قضية رامي فهيم، وده غلط. المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا دي، او المحكمة العليا في اي ولاية دي، تبقى اخر مرحلة في التقاضي. هو لسه بيقول يا هادي، دي اول حاجة. زي الدرجة الاولى، في درجة اولى وطعن وفي الاخر بيبقى اللي هو المحكمة العليا. ليه حصل الخلط ده؟ علشان الجدول بتاع المحاكمات اللي هو مثلا بينزل فيه ان وقت جلسة قضية رامي فهيم نمبر كذا 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 هتبقى في قاعة كذا يوم كذا الساعة كذا. الجدول ده السكادجول ده موجود على الموقع الرسمي للسوبريم كورت اوف كاليفورنيا لمقاطعة اورنج في هي بالظبط كده. هو نازل على المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا، الموقع الرسمي فيها هو فيه الجدول ده. جميل ان نفس الجدول فيه كمان الجنح، وفي يعني اكيد المحكمة العليا للولاية مش هتشوف جنحة واحد سرق واحد، دي اول حاجة. او مش هتشوف جلسة استماع زي في حالة رامي فهيم، لا. بس الفتي والاشاعات دي كانت اول اشاعة. الاشاعة التانية طبعا الاشاعة الاقوى ان ان رامي فهيم كان على علاقة ب واحد من المجني عليه، علاقة عاطفية، علاقة مثلية، وان هو مثلي. واللي زود الكلام دوت الفيديوهات بتاعته على قناة اليوتيوب بتاعته ان هو بيرقص. يعني كان الرجالة عادي بترقص يا جماعة في مصر يعني. ما علينا. طبقا لأهالي الضحايا، اهالي لا، ونسيت اقول حاجه. التاتش بقى في التاتش المصري في الدراما، ان مش بس كده، ان هو كان على علاقه عاطفيه بكومو او الولد اللي هو قتله، او المتهم بقتله، عشان نبقى كمان مظبوطين في الكلام. المتهم بقتله كومو وشريكه في جريفن كومو اللي كان زميله في الشغل في بانس لإدارة الثورة، أو بانس ويلز مانجمنت، اللي عنده 23 سنة، وشريكه في الشقة جوناثان بانهام. كانت في إشاعة لطيفة إن أصل رامي فهيم قتلهم لأن هو كان غيران، لأن هو كان على علاقة بكومو، وكومو سابه عشان هو كان على علاقة بجوناثان بانهام. وأنا بصراحة مش عارفة كمية الفتي والإشاعات. أنا بص، أولا إحنا ما نعرفش بالفعل الميول الجنسية لرامي فهيم، لكن لجوناثان وجريفن معروفة. وأصلا لم يعني لو حد رجع لحياة رامي فهيم اللي اوريدي او ما يعرف بالديجيتال برينتس بتاعته، او ما نعلمه من حياته موجود على الانترنت، على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر، البلوج بتاعه، البروفايلز بتاعته كلها، وما نعلمه على الضحايا، هنعرف ان هو اساسا الاتنين ما كانوش يعرفوا بعض غير في الشغل من فترة قليلة، يعني مجرد أشهر كمان. يعني ايه 3 أو 4 أشهر كمان. أولا طبقا للأهالي الضحايا اللي لقيتهم سايبين لي كومنتس على البلوج بتاعي Egyptian Chronicles لما كتبت عن القضية ديت لما اتعرفت في مصر، هم نفوا نفي تام ان سواء جريفن كومو او جوناثان بنهام كانوا جايز او بينهم علاقة مثلية، او ان كان جريفن كومو كان على علاقة غرامية برامي فهيم. كل ده تم نفيه، وغير التايم لاين نفسه بتاع حياة ده وحياة ده
لم يتم يعني بالفعل. ده ولايات مختلفة وده ولايات تانية، يعني أنا مش عارفة إزاي الناس حطوهم. هو برضو الأصل بتاع الموضوع دوت تعليق نزل في حد مصري جابه على إن بيتهم إن الكنيسة الأرثوذكسية ورا فشكلة العلاقة اللي بين جريفن كومو ورامي فهيم، وإن رامي فهيم خلوه يتجوز واحدة ست هناك. ويعني دراما لا تنتهي، حاجة فيلم نتفليكس بالفعل، حاجة نتفليكسية يعني. وعلى فكرة في فيلم لنتفليكس كده. المهم، آه، اولا كومو وبانهم لم يكونوا على علاقة غرامية، لكن كان هم صديقين من وقت الجامعة، وكانوا الشباب هناك بيشيروا مع زي بالظبط قاعدين مع بعض في شقة واحدة لغاية ما يبتدوا حياتهم ويحوشوا فلوس ويشوفوا طريقهم وكده اهوت. خلاص يعني دي اول حاجة. اهاليهم نفوا، ده ليه كان ليه صاحبة وده كان ليه صاحبة، يعني كل واحد ليه الجيرل فريند بتاعته، يا عيني الاتنين ماتوا. دلوقتي في كل التغطية الصحفية، أنا كصحفية اتعلمت حاجة من أوائل الناس اللي علموني صحافة، إن ساعات في التقارير الصحفية التقارير الأولى بيكون فيها جزء من الصح، وعشان كده لازم ننتبه ليها، خاصة في الجرائم والحوادث الإرهابية اللي هي أول لما تبقى مثلا في أول ساعة. أول حاجة ساعات بيبقى فيها الدقيقة بيبقى فيها جزء من الحقيقة لغاية ما مثلا السلطات الأمنية تتدخل وتعمل مثلا حظر نشر، تبقى في رواية تانية من أهالي الضحايا، الجناه ينزلوا رواية تالتة، يعني بيبقى فيه تغيير للموضوع. هي كل المواقع الإخبارية الحق يقال الأمريكية كانت بتقول إن الدافع ما كانش مفهوم، إلا إن كان في يوم 13 إبريل، يوم وقوع الجريمة، أو يوم يوم وقوع الجريمة صباحا، لما حصل الأمن جه والدوشة حصلت وأجهزة الإعلام راحت على العمارة اللي وقع فيها الجريمة البشعة. كان في حد زميل جريفن كومو كان واقف بره العمارة وكان بيسأل هو ليه ما جاي، كان جاي يطمن عليه ان هو جايب. فالواحد مراسل قناة محلية، قناة تابعة لشبكة فوكس، عمل معاه انترفيو سريع وسأله، وكان وقتها اتعرف ان رامي فهيم تم القبض عليه وان هو متهم وكده هوت. فالولد دوت اللي هو كان مستني زميل جريفن كومو هو كمان زميل رامي فهيم، قال للمراسل ده كان حصل بينهم خلاف في العمل. ده كان التقرير الوحيد اللي واقع تحت ايدي بيقول الموضوع ده. واكاد اكون يعني ساعات بيبقى السمبلست يقولك، ساعات بيبقى ابسط هو طبعا مش حاجة بسيطة ان يبقى في خلاف في العمل وينتهي بجريمة قتل، ده بكل الاحوال. طبعا احنا لازلنا بنتكلم ان هو رامي فهيم متهم، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته في المحكمة. بس ساعات يعني بتبقى انا قريتها بالانجليزي ان the simplest explanations can be the answer، ان الشرح البسيط يكون هو السبب. مفيش داعي للدراما النتفليكسية اللي كانت معمولة ديت وانه هو جاي مش جاي، يعني ملهاش علاقة بالموضوع. حتى لو هو جاي فهو متهم بقتل شخصين ملهمش دعوة بالسكشواليتي. دي أول حاجة. تاني، احنا ما نعلمش أي حاجة عن رامي ميوله الجنسية. احنا نعلم ان هو اتعرض وهو صغير لمشكلة، وان هو عاني وكان بيعاني لغاية فترة قليلة من وقوع الجريمة من مشاكل نفسية. الفكرة ان انا بس اللي غايظني حكاية ان احنا استغلال الموضوع في ان احنا ننشر اشاعات لأهواء سياسية، في حين ان احنا قدامنا جريمة بشعة بكل المقاييس. وفي جزء كمان مزعلني او مش مزعلني، هو طبعا احنا كان في تركيز على نبيلة مكرم، هي طبعا ربنا معاها، مفيش اي ام في الدنيا
تتمنى ان تشوف ابنها في حاجة زي كده. كمان في اهالي ضحايا هم امريكان حتى الان مش مستوعبين اللي حصل لهم في لحظة. الولدين 23 سنة و22 سنة، لسه كان جريفن كومو بيبتدي حياته المهنية في الشركة ديت، وينتهي قتيل. طبعا لأي عيلة حاجة صعبة. وبصراحة أنا يعني عملت تشيك سريع على مواقعهم على الفيسبوك. أنا عارفة إن ده غلط يعني، بس ده جزء صحفي يعني. هم طبعا قافلينها وعاملينها restricted إلى حد ما، بس كان آخر الرسالات البابليك اللي كان عاملها والد جريفن إنه هو ما كانش عارف how to cope with it. هو بيحاول بس مش عارف إن هو إزاي ابنه فجأة يضيع في لحظة زي كده. هي دي بس حلقة النهاردة والليلة دي. وأتمنى بس إن الناس تبطل فاتي وهاري ولات يعني في الموضوع. يعني أنا عايزة أقول لكم حاجة. أنا وصل الموضوع إن عمتي بتتكلم معانا وتقول لنا أصل، وعمتي على فكرة مؤيدة وبتحب نبيلة مكرم ومؤيدة للحكومة وكل حاجة، لكن جات لها طبعا معلومات عن طريق الواتساب والفيسبوك، وطبعا مجتمع التجمع الخامس العصابة because he's gay and he killed قتل الاكس بوي فريند بتاعه عشان هو سابه وراح للولد التاني. انا مش عارفة ازاي، انا بصراحة انا مش عارفة ازاي وصلت لها حتى هذه يعني المعلومة ديت. فيعني ما اعرفش يعني. انا بحس ان ديت استهانة ان انت تغير في تفاصيل الجريمة غلط لكل الاطراف اللي فيها من الاخر يعني. يعني هي بشعة من غير حاجة، والموضوع مليان بلاوي وحكايات، ولسه السيرك الإعلامي اللي هيكون في المحاكمة نفسها. وطبعا شعبنا الحبيب مش هيسيبها، والمصريين في أمريكا أكيد هيبقوا عاملين لنا نقل مباشر للموضوع. فيعني كفاية كفاية فتحي وهاري وإشاعات بصراحة يعني. بجد يعني خلونا نستنى ونشوف ايه اللي هيتقال في المحاكمة. وأشكركم وأتمنى تكون ليلتكم سعيدة ولطيفة، وربنا يحمي حبايبكم كلهم. شكرا وإلى اللقاء. باي باي.